احيانا كتير عند معظم الناس بتلاقي الجنزير ده آلة الجر دي بتيجي في الطلعه كده، لما تيجي تقرص وانت لسه بتطلع او في بدايه كل الغيارات بتسمع تكتكه كده في آلة الجر، حاجه بتخبط في بعضها، تلاقي بيعمل لك تك 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 في اول الطلعه وبعد كده دي بتبطل، او في اول الغيار او مع القرص في بدايه اي غيار بيحصل تكه كده. هو الموضوع ده ايه وعلاجه ايه؟ لان ناس كتيره جدا سالت، وفي نفس الوقت انا شايف المشكله دي عند ناس كتيره جدا فعليا. هو ده قصته ايه؟ وده موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الأستاذ سامح الإسلامبولي بيقول إيه رأيك يا هندسة في زيت توتال لموتوسيكل CMC 2018؟ والله يا أستاذ سامح أنا بحس إن زيت توتال الأرقام اللي عليها محتاجة مراجعة شوية، يعني بحس إن الأرقام في حتة والزيت نفسه في حتة تانية. الإحساس ده ما حسيتوش غير مع توتال الحقيقة، ولكن هو الموضوع مش بالإحساس، الموضوع بيحتاج فحص زيادة، ولكن ده اللي حسيته يعني. وبرضه الأستاذ سامح بيقول ايه هو انسب زيت لموتوسيكل CMC 10 نص الموتوسيكل يعني 2018 CMC 150. انا شايف ان الانسب يا استاذ سامح دلوقتي 2050 40، نص تخليقي ماشي، تخليقي بالكامل ماشي، وبرده معدني ماشي، مفيش اي مشكله، ولكن المقصود يعني هو زيت موتوسيكلات، ويفضل يكون 2050 في الحاله اللي حضرتك فيها. بالنسبه للاسم بقى واضح يا استاذ سامح ممكن تكون حضرتك جديد معانا، هي الاسامي مش بتفرق قوي يعني، المهم ان هو يكون زيت اصلي ومعتمد ومن الزيوت اللي اساميها معروفه، معدني ماشي، نص تخليقي ماشي، تخليقي بالكامل ماشي، ولكن يعنينا ان هو يكون زيت موتوسيكل، ودرجه اللزوجه 2050 استخدمها هتكون مناسبه بالنسبه لك المحترم. الاستاذ احمد ابراهيم بيقول منور الدنيا هندسه، الله يصلح حالك يا استاذ احمد. بيقول لو انا ماشي على سرعه 70 وبعدين قمت ماسك الدبرياج ومرجع الغيارات كلها اللي هي من خامس رابع ثالث تاني اولاني مور، ده يضر الموتوسيكل في حاجه يعني الموتور او الفتيس؟ شوف هو ما يضرش، وانت ماشي على 70 قمت مرجع الغيارات كلها وانت ماسك الدبرياج ما يضرش في الغيار الخامس والرابع والثالث، لكن يضر في الثاني وفي الاولاني، فعشان كده انت في الثاني وفي الاولاني تحاول تهدى شويه، ما ترقعش الغيارات كلها وانت على السرعه عاليه محترم، يعني كفايه عليك اتنين تطلع رابع ترجع رابع ثالث، لكن الثاني والاولاني اهدى شويه، لان رجوعك وانت على سرعه عاليه كده بيضر، مش هيضر الوقت يعني، مش هيحصل اي حاجه في المره اللي انت عملتها دي، لكن ده مش صح عشان تعمل كده على طول، لا دي بتعمل مشاكل بعد كده نتكلم عنها بالتفصيل ايه اللي بيحصل بالظبط في الحاله دي. حاله انك ترجع على غيار وانت اصلا سرعتك عاليه، يعني انت على سرعتك 100 سرعه 80 وتقوم مدي الاولاني، ده هنتكلم فيها بالتفصيل، لكن انا رديت عليك كده الغيارات من الخامس للرابع مش هتعمل مشكله، وانت على السرعه اللي حضرتك بتقول عليها سرعه 70، ومن الرابع للثالث برده مش هتعمل اي مشكله، ولكن طالما سرعتك لسه عاليه عند 70 مثلا 65 لا ابقى اهدى، اصبر شويه لما تهدى حبه عشان تدي الثاني والاولاني يا محترم والمور، لان انا فاهم قصدك، يعني انت عايز مثلا تقوم مرجع الغيار ومنور ومريح الموتوسيكل بحيث انك ما تفضلش ماسك الدبرياج وتسيب الموتوسيكل بقى يريح مثلا او كده، لا ده مش صح، انا فاهم نظريتك، بس ده مش صح على الغيارين اللي هم الاولاني والثاني، الثلاث غيارات التانيين عادي يعني. الاستاذ محمد ابو الهدى الهواري بيقول لو سمحت هندسه عايز رقمك ضروري بالله. حاضر يا محترم، اكتب الموضوع واكتب رقمك وانا هكلمك ان شاء الله، اذا كان الموضوع ما ينفعش ارد عليك ازاي اكتب لي الموضوع محتاج ايه، عشان لو الموضوع هرد عليك في كومنت خلاص هرد عليك وانتهى الامر، حتى عشان الناس كلها تشوف الرد يعني، لكن لو موضوع طويل ومكلكع زياده انا هطلبك يا محترم سيب سؤالك وسيب رقمك. الاستاذ محمود عيسى بيقول حضرتك انا جبت هوجن 3 وفي فتره التليين استخدمت كل انواع الزيوت، يعني كان كل شويه احط زيت كده واغير كل انواع عادي، وبعد كده بعد ما خلص فتره التليين لقى صوت الموتوسيكل خشن كده وبتاع، فراح راح الميكانيكي فنصحه بزيت تقيل احادي 50، فحطه، بيقول انا استريحت شويه مع الزيت ده يعني اشتغل عليه يعني عشان انا استريحت له. لا يا محترم حتى لو استريحت له ما تشتغلش عليه برضه. الزيوت يا شباب على فكره مش براحتك كده، مش انك حطيت الحاجه، لا بيبقى في تفاصيل زياده ممكن تكون غايبه عنك، فلو انت يا محترم حسيت بخشونه، ما الخشونه دي اصلك ممكن تحسها ازاي؟ ممكن لما تغير من نوع لنوع تحس بخشونه، مش معناه ان النوع الجديد اللي انت حطيته اسوأ وترجع على القديم، لا 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 مش كده خالص، الاحساس مش كده خالص، الاحساس ساعات بيطلع في حتت اصلا مش مؤشرات على ان ايوه الزيت واحد، الزيت يا شباب مش بالاحساس ومش بان انا حطيت حاجه مره فلقيته كده مش عاجبني، لا العمليه مش كده، وده يا محترم مش معناه ان الاحادي 50 بتاع العربيات مناسب للموتوسيكل خالص، لا استخدم زيت موتوسيكلات يا محترم واستخدم 2050، وراعي ان في اول مره استخدم 2050 في حالتك، في الحاله دي مش في كل الحالات يعني، في حالتك في حاله حضرتك دي استخدم 2050 هتكون مناسبه بالنسبه لك، وراعي ان في اول تغييره من زيت احادي ل 2050 40 هتحس بالخشونه، كمل عادي، والمره الثانيه هتحس ان الدنيا كويسه.
الاستاذ العصيمي للصيانه، ازاي حضرتك يا محترم، عامل ايه؟ حضرتك كتبت الكومنت ده قبل كده وانا رديت عليك في الكومنتات. سيب رقمك ضروري، قول يا محترم سؤالك واكتب رقمك. الموضوع لو محتاج كلام في التليفون انا هطلبك، لو يعني ينفع ارد عليك عادي في الكومنتات هرده. انا بفضل الرد في الكومنتات عشان الكل يستفيد، لكن لو ده ما حصلش ومش هنعرف نفيد بعض في الكومنتات انا هطلبك يا محترم. المقصود سيب سؤالك وسيب رقمك. الاستاذ ديبار نونو بيقول هل السرعه والوزن من اسباب نقص الزيت؟ اه يا محترم بالتاكيد. السرعه اللي هي الايه، القرص الزياده اللي هي تقفيله بكره البنزين دي طول الوقت، طبعا بتنقص البنزين، بتبخر جزء كبير من البنزين. هو كده كده من الزيت قصدي، هو كده كده في جزء بيتبخر بطبيعه الحال حتى في المشي العادي، بس يبقى جزء بسيط مش ملحوظ خالص. كل ما قرصت القرص الزياده بقى اللي هي التكه الزياده، الحرقه الزياده دي بتاثر طبعا، والحموله بالتاكيد بتاثر. ده كله يعتبر بريس او ضغط على الزيت يا محترم، مفيش شك يعني. القرص زي ما بقول لك، ما هو القرص برضه ما تفهمش ان انا بقول لك القرص اللي هو العادي، لا لا، القرص اللي هو الحرق الزياده اللي قوي ده بينقص الزيت. ولذلك لو انت معتاد تجيب اخر الموتوسيكل طول الوقت اكيد هتيجي تنزل الزيت هتلاقي ناقص. ولو الحموله تقيله بالتاكيد، ولو حموله تقيله مع قرص بالتاكيد برضه اكتر واكتر يا محترم. الاستاذ برجيني محمد بيقول معاه توك توك ولما بيقرص بيحصل فرقعه، انما لما ما بيقرص وماشي على الهادي ما بيحصلش فرقعه. تمام يا محترم، ما هو الفرقعه بطبيعه الحال ما بتحصلش على الهادي يعني، لان الفرقعه ما زي ما احنا عملنا فيديو كامل عن موضوع الفرقعه اللي حضرتك، الفيديو اللي حضرتك علقت تحته كتبت الكومنت تحته، كنا بنتكلم عن كل اسباب الفرقعه. في النهايه الفرقعه ما بتحصلش على الهادي، الفرقعه بتحصل دايما مع القرص. تمام. فطبعا حضرتك غيرت البوجيهات كتير، هو مش بس البوجيه هو اللي بتسبب في الفرقعه، البوجيه سبب من ضمن الاسباب، واحنا في الفيديو اللي حضرتك كتبت تحته ذكرنا كل الاسباب. فشوف الاسباب الثانيه غير البوجيه اكيد هتلاقي حضرتك لك سبب فيهم. لكن في النهايه عايز اقول لك ان مش بس ان الفرقعه مش بتحصل في الهادي، الفرقعه بتحصل دايما في القرص. الاستاذ ضحي ربيع عنده موتوسيكل حلاوه وبيقول بيحصل عندي كره في الجنزير وكره كركره، يعني في مشكله عنده في الطلع. يعني هو الراجل حاول يحل المشكله، قام غير ورق الدبرياج وقام غير آلة الجر كلها وبرده المشكله موجوده. حضرتك غيرت ورق الدبرياج الاصلي يا خساره يعني، وغيرت آلة الجر برده يا خساره ثانيه، وبرده الموضوع زي ما هو، لان دي يا محترم مش الاسباب اللي عامله الحكايه دي معاك خالص. فحضرتك غيرت، وده اللي بيزعلني بقى يا رجاله، انك تاخد معلومه غلط، انك تقول في كركره فحد يقول لك غير ورق الدبرياج محتاج تروح تغيره. وما بقاش دي المشكله في الاساس، وده اللي فعلا الحاجه اللي بتضايقني جدا. يمكن حاجه من ضمن الاسباب اللي خلتني انا عملت الفيديوهات في الاساس هو انك بتروح تحل في حته ثانيه غير المشكله، فبتخسر وبتضيع الحاجه الاصليه اللي جايه في الموتوسيكل وبتجيب حاجه ثانيه وبتلاقي المشكله مستمره معاك، لانك ما بتكونش عارف تصنف المشكله اصلا، ما بتكونش عارف سببها فين اساسا. هو دي المشكله. المشكله المحترم دي موضوع السواقه، موضوع منك انت، من ايدك انت. مهما تغير، لو غيرت الموتوسيكل، طب اقول لك حاجه، غير الموتوسيكل كله وهات موتوسيكل غيره هتلاقي المشكله دي موجوده برده. تمام. فما كانش المفروض تغير والله حاجه زي دي خالص، كنت تسال قبل ما تغير. تمام. عشان تحافظ على الحاجه الاصليه بتاعه الموتوسيكل. ودايما الرجاله اللي جايب موتوسيكل جديد ما يستعجلش بالتغيير يا جماعه، الحاجه بتاعه الموتوسيكل بتبقى حلوه بتعيش وعمر طويل، محدش يستعجل ابدا بتغيير ورق الدبرياج. انا بلاحظ الناس بتستعجل فيه، كل ما يحصل اي حاجه مش مريحه في الموتوسيكل اول حاجه يقوموا فاكروا طلعوا ورق الدبرياج. ما بتعوضش يا رجاله، وسرعه الموتوسيكل بتتاثر بشكل ملحوظ بعد ما تغير ورق الدبرياج الاصلي. المقصود يا محترم القصه دي في السواقه عندك، اظبط انت سواقتك فقط لا غير. يعني اكتر من حد كان اشتكى من الموضوع ده، ويا جماعه اظبطوا السواقه، الموضوع ده اصلا صعب. الطلعه بالموتوسيكل ما هو السواقه مش انك بتطلع وخلاص، الطلعه دي حرفنه ومستويات. حاول توصل لمرحله انك تظبط طلعتك، هتتظبط معاك. طب مش عارف يا سيدي، هي فيها المقصود، هي فيها، هي في طلعتك انت. اظبط ايدك على الدبرياج او اظبط الدبرياج على ايدك، على الدبرياج سنه او وطي سنه، المهم في الاخر اظبط الدنيا. هي القصه في كده، القصه على الدبرياج كويس على ايدك. خد بالك ان معيار ايدك ممكن يختلف عن معيار ايد انا. تمام. فحاول على الدبرياج سنه وحاول تتعامل، هتبص تلاقي الموضوع اختلف. بص اختلف ازاي يعني؟ مش هي نفس اللي بيحصل، ممكن يكون بيحصل برضه بس بشكل تاني. هنا انت تبدا تشك على طول ان الموضوع في معيار الدبرياج وفي ايدك، مش في اي حاجه دي، وما عادش تغير حاجه تانيه. اظبط انت سواقتك بس يا محترم. الاستاذ جي بيقول هوجن فلامينجو معاه موتوسيكل هوجن فلامينجو وبيجيب 147. لا يا محترم، ده عداد خلاط على طول يعني. هوجن فلامينجو ما بيجيبش سرعه ده خالص يا محترم. الموضوع الكلام عن السرعه ده يا استاذ جي بيمشي في اي حته تانية، بيمشي في جروبات كتير وكل حاجه، لكن الحقيقه في القناه هنا ما بيمشيش غير السرعات الحقيقيه يعني، ما بنبالغش هنا في الموضوع ده. وطبعا هوجن فلامينجو محترم ما بيجيبش السرعه دي.
طب انت شايفها على العداد، فالعداد هنا خلاط معروفه يعني. طب ما انت شايفها وبتقولها، راجع نفسك يا معلم. طبعا برضو يا محترم ممكن انت تقول لا يا عم اصل انا برضو يعني مغير تروس، ويا عم حتى لو غيرت، حتى لو عملت اي حاجه من الحاجات دي مفيش حاجه اسمها كده. وبعدين يا التروس هتعمل ايه؟ ما احنا عندنا فيديو عن تغيير التروس واتكلمنا فيه بالنتيجه المعروفه، فما فيش كده يا محترم يعني. الاستاذ مصطفى نور بيقول عايز اجيب موتوسيكل مسطره، تنصحني بايه حاليا؟ عندك دايو الاصلي يا محترم، في فيديو عندنا على القناه هسيبه لك تحت عشان تعرف الموتوسيكل الاصلي من الشعبي. فده الاصلي ممتاز على فكره، ممتاز يا شباب مفيش كلام، وحلاوه موتوسيكل ممتاز يعني. بس طبعا ما عادش المسطره السيرف يا محترم اللي هي كانت موجوده الاول السيرف، لا برضو الجدول شويه متظبط شويه كده، عشان المسطره الخالص دي ما بقتش اساسا موجوده في اي حته يعني. تمام. وبرده هوجن لو اصلي اتش جي محترم، الاصلي اتش جي كرقم سيريال نمبر موتور يعني. دي كلها موتوسيكلات مسطره ممتازه يعني. برضه الاستاذ سامح الاسلامبولي بيقول ايه رايك في موتوسيكل سي ام سي 10؟ موتوسيكل كويس يا محترم، واستهلاك البنزين بتاعه حلو، موتوسيكل حلو شغال وهيسد خانته وانت مرتاح، مش هيطلع لك بمشاكل كده عشان يوديك المشوار، لا موتوسيكل هتشتغل عليه ومش هتصرف عليه، حتى استهلاك البنزين بتاعه حلو. الاستاذ بدر الدين رباح بيقول انا من الجزائر، اهلا بكم كل اخواتنا في الجزائر. بيقول ايه هو الشفاط؟ يعني معلش يا شباب فرق اللغه بس ممكن يكون هو عنده له اسم تاني. الشفاط هو يا محترم الاستاذ ابو يوسف، ابره الكربراتير كانت عملتها على 3 وهي كانت على 2، يعني هي كانت على 2 اصلا وانت خليتها على 3. فبيسالوا يعني هو انا كده هحتاج اظبط الهواء من تاني ولا هو ضبطه الهواء؟ لا هتحتاج تظبط يا محترم، لان هي الابره بتتحكم في نسبه البنزين يعني، فانت كده هتحتاج تظبط عليها برضه نسبه الهواء. الاستاذ افكار وابداع بيقول يعطيك العافيه يا باشمهندس، الله يخليك يا محترم. بيقول هو كنا عملنا فيديو يا شباب عن ضبط الهواء في الموتوسيكل، هسيبه لكم تحت في صندوق الوصف اللي ما شافوش. بيقول الكلام ده اللي في الفيديو بتاع ضبط الهواء ده بينطبق على الموتوسيكلات السكوتر، يعني السكوتر الهواء بتاعه بينظبط زي الموتوسيكلات بالظبط. لا يا محترم، السكوتر بيختلف شويه، هي نفس الفكره برضو، ان بتستخدم برضو مسمار الخلط ومسمار الهواء، مسمار الهواء اللي بره. تمام. هم بتستخدم الاثنين دول. بس بالنسبه لسؤالك ان هو نفس عدد اللفات كده ثابت يعني، لا هو مش ثابت في السكوتر زي الموتوسيكل، مسامير السكوتر نفسها بتختلف شويه. فهنا بتحتاج في السكوتر بتجربها عمل يعني، بتستشعرها انت واحده واحده كده لحد ما تظبط معاك، مش ثابته المقصود يعني يا محترم، مش ثابته زي الموتوسيكل. لكن هو الادوات اللي معاك هو مسمار الخلط ومسمار الهواء، دول اللي انت بتستخدمهم في السكوتر يعني. وفي ناس بتقول على مسمار الخلط ان هو مسمار الهواء، والحقيقه هو مش مسمار الهواء، مسمار الهواء في السكوتر يعني هي بيقولوا على لفظ يعني ده مسمار الهواء، لا مسمار الخلط ده حاجه ومسمار الهواء في السكوتر حاجه ثانيه. مسمار الهواء في السكوتر اللي هو المسمار الخارجي اللي بره ده. تمام. هنحاول بس نشوف اي سكوتر كده ونبقى نتكلم عنه بشكل اوضح للرجاله اللي معاهم سكوترات. بس هو الحقيقه احنا ما عندناش متابعين سكوترات كتير على القناه، ولكن هنحاول باذن الله عشان العدد اللي موجود معانا برضه ضبط الهواء في السكوتر انا شايفه موضوع مهم الحقيقه يعني. الاستاذ مصطفى شبح بيقول الاقي الزيت فين؟ انا من الزقازيق. ازيك يا استاذ مصطفى؟ انت من الزقازيق بلدياتنا يعني. بتسال على زيت ايه؟ بتسال على زيت وولف ولا لوكو مولي ولا ايه؟ شوف انا مش عارف حضرتك بتسال على زيت ايه. عموما هسيب لك فيديو تحت تمام، هتقدر تستدل على جميع العناوين اللي موجوده في الزقازيق يا محترم من خلال ارقام التليفونات اذكرها لك مذكوره في الفيديو اللي تحت. ولكن مبدئيا لو انت بتسال على وولف مثلا، وولف دي هتلاقيها تحت كوبري اللي هو وانت طالع من الزراعه رايح حريه، في كوبري اللي هو كوبري الزراعه، مش كوبري الزراعه، لا الكوبري الثاني بقى تحت المزلقان. مش هتطلع الكوبري، تحت الكوبري على الشمال هتلاقي في محل هناك لا اذكر اسمه بالتحديد والله دلوقتي، كنت فاكره بس رايح عن بالي دلوقتي. هتلاقيه تحت الكوبري على الشمال في محل بيبيع زيوت ايسر وموزع معتمد. ولو انت بتسال على لوكو مولي برده في نفس المكان تحت الكوبري برده، الكوبري زي ما قلت لك حضرتك جاي من الزراعه رايح حريه، في كوبري الكوبري الضيق ده تحته برده بعد المزلقان مباشره، وانت ماشي تحت الكوبري قابلت المزلقان هتعدي المزلقان مباشره تخش شمال في اول شارع يمين هتلاقي موزع لوكو مولي على اليمين برده. طبعا الوصف اللي انا بقوله ده مش كفايه يعني، فهتحتاج تاخد الوصف الدقيق منهم من خلال الفيديو اللي تحت يا محترم. الاستاذ محمد العطار بيقول زيت شامبي اويل موتو فورتي 2050 موتوسيكل الفي ال ام. هو الزيت نفسه ممتاز، زيت الماني رهيب يعني مفيش كلام عليه خالص يعني، بس المهم ان هو يكون مناسب للموتوسيكل بتاعك. لو موتوسيكلك جديد يفضل تستخدم له 1040، لكن لو موتوسيكل قديم شويه ده الزيت ده ممتاز مفيش كلام يعني. الاستاذ مصطفى حسنين بيقول انا بحط ريبسول وعايز اغير احط لوكو مولي، انزل الزيت ده واحط ده عادي يعني ولا في مشكله؟ ما هو طبيعي هتعمل كده، ما هو انت مفيش حل غير كده.
وهيأثر على حاجه، لا مش هيأثر على حاجه، بس حط في الاعتبار شويه ان في اول تغيير يبقى في شويه برجله كده، يعني ما تقولش بس ده لوكوموني طلعت زفت، ده انا ريبسول كان، لا مش كده. القصه تعرف ان في اول تغيير الزيت بتبقى مخلوطه على بعضها، الزيت القديم كمان ما بينزلش كله، والزيت بتدخل على بعضها كده، بحس ان الدنيا ملخبطه مبرجله كده. ففي اول تغيير محترم لو لقيت ساعات ما تلاقيش حاجه، لو لقيت بقى عادي كمل عادي ما فيش اي مشكله، وما تقلقش وما تطولش قوي اول مره، وبعد كده الدنيا تظبط معاك. المقصود هو تغيير الزيت يا محترم من نوع لنوع بيتم عادي كده، بتنزل ده وتحط ده عادي. الاستاذ محمد محمود بيقول هو اول ما بيدور الموتوسيكل كده بيبقى الار بي ام على 1200 مثلا، على واحد واتنين شرطتين زياده، وبعد كام ثانيه كده بيلاقي الار بي ام بدا يهدى على طول، فهو راح للميكانيكي، فالميكانيكي قال له غير الاكتوفاير. يعني محتاج اعرف نوع الموتوسيكل يا استاذ محمد ده اولا. ثانيا كده في المبدا كده هو مش اكتوفاير، ما تغيرش الاكتوفاير، الاكتوفاير بتاعك سليم وهتجيب التاني هتلاقي نفس الموضوع برضه مبدئيا. بس يعني ثانيا انا محتاج اعرف نوع الموتوسيكل، بس قبل ما اعرف نوع الموتوسيكل حاول تقفل بس حنفيه البنزين كده وانت مبيت الموتوسيكل بالليل، شوف المشكله دي حاصله برضه ولا لا، لان دي في حاجه، هي اولا مش مشكله يعني، هي في بنزين كده زياده بيوصل بالليل بالراحه كده، فبيكون في شويه بنزين متخزنين يعني، تمام. لكن المقصود بس جرب تقفل حنفيه البنزين يوم كده وقول لي الدنيا زي ما هي ولا لا، وما تغيرش الاكتوفاير، وقول لي نوع الموتوسيكل. الاستاذ محمد فراج بيقول انا محتاج اجيب موتوسيكل دايو الاصلي، هي نزلت السوق ولا لا؟ هي في السوق طول الوقت يعني، هي ما اتمنعتش، بس المقصود هي موجوده في وسط موتوسيكلات شعبيه، فانت تكون عارف الاصل مش شعبي، وبص على الموتوسيكلات هيقابلك موتوسيكلات اصل كتير يعني، تمام، هيقابلك يا محترم، بس المهم تكون انت عارف، هو مربط الفرس هنا في معرفتك انت يعني خش على اي معرض بيبيع موتوسيكلات عادي وافحص الموتوسيكلات الدايو اللي موجوده عنده، هيقابلك منها موتوسيكل دايو اصلي، هيقابلك اشتريه بقى في الحاله دي. انما عشان مثلا اقول هي موجوده طول الوقت لكن قليله وموجوده في وسط الموتوسيكلات الشعبي، المهم تكون انت راجل قادر تطلعها من الشعبي يعني. وزي ما قلنا يا رجاله، هو الاصل ومش اصلي هي القصه في الموتور يعني، انما العفشه والشاسيه والدنيا دي كلها واخد بالك، هي القصه كلها الكلام كله شبه بعضه، احنا بنتكلم على الموتور بس. الاستاذ مصطفى النعيمي بيقول آلة الجر عنده بتشد وترخي، وبيقول تقريبا غيرت آلة الجر وبتاع، ويعني وحاول يحلها بكذا طريقه وما لقاش حل، ما عرفش يحلها. شوف يا محترم، هي ملهاش حل وهي مش مشكله، هو ده بطبيعه الحال، مفيش موتوسيكل شغال اشتغل ما بيعملش كده، طالما الموتوسيكل اشتغل فده الطبيعي في الموضوع، الدنيا بتريح معاك والجوانات والقصص دي، فدي بتكون نتيجه طبيعيه اصلا، انت المقصود هنا مش عندك مشكله عايزه تحلها، مهما تعمل هي مش هتتحل، تمام. عشان تتحل حل جذري محتاج تغير الدنيا كلها، الجنط كله بآلة الجر كلها بالترس الامامي كله بالجنزير كله، وبرده اول ما تشتغل هيحصل تريح برده في الجوانات والقصص دي، تمام، هترجع نفس النظام. فالمقصود يا محترم انت تشتغل على كده، هي كده تمام، مفيش، دي مش مشكله محتاجه تحل، هي كده. الاستاذ احمد الماوي بيتكلم في نقطه مهمه يا شباب، بيقول هو مع موتوسيكل حلاوه السرعه بتيجي عند بيديله الخامس وهو من 70 ل 75 كده، تمام، وبعد كده السرعه بتقف عند 80، ما بيزيدش يا باشا، يزود ما يزودش ما بيزيدش، وصوت الموتوسيكل ما بيعلاش، بيكون لسه في كتير في مكنه البنزين، بس لما بيزود صوت الموتوسيكل ما بيعلاش والسرعه ما بتعلاش، كانه كده يعني ايه الراجل عايز يقول كأن انا ما بزودش، هي الدنيا مستقره عند 80 مثلا، ازود او ما ازودش الصوت ما بيعلاش، تمام، وصوت الموتوسيكل ما بيعلاش وسرعته ما بتعلاش، هو البنزين اللي انا بزوده ده بيروح فين يا محترم؟ ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يا محترم، ان انت لما بتغير تروس زياده عن اللزوم، تمام، خلاص الموتوسيكل مش يا معلم، ما انت خلاص اديته اللي مش قادر عليه، ولذلك برضه هتبص يا محترم على الار بي ام عندك هتلاقيه واقف عند النص برضه ما بيعلاش هو كمان، لا الصوت بيعلى ولا السرعه بتعلى ولا الار بي ام بيعلى، تمام، ليه؟ خلاص الموتوسيكل مش قادر يجر اكتر من كده، مش قادر يقاوم الهواء اكتر من كده، سواء زودت بالتدريج او زودت مش قادر يجر اكتر من كده، خلاص تمام كده محترم. فمن الواضح انك غيرت تروس، يعني مش عايز اقول لك بغباء، انا ما ينفعش اقول لك كلمه بغباء يعني، بس انت غيرت تروس زياده عن اللزوم، هي نسبه واحده اللي مسموح بها يا محترم، قلناها في فيديو هسيبه لك تحت في صندوق الوصف. فالقصه دي يا محترم هي قصه زي ما قلت لك، انت كده كنت الظاهر عايز تطلع من سرعه، انت ارجع بتروسها الاصليه تاني، تمام، ده الحل، ارجع وتسال الموتوسيكل مش هيقدر يشتغل معاك على التروس دي، انا طبعا ما شفتش، ما اعرفش انت غيرت تروس ولا ايه، بس انا بقول لك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده معناه تغيير تروس، تغيير تروس بشكل مبالغ فيه، تمام، والموتوسيكل مش قادر يشتغل على الدنيا دي.
مش قادر يجيب لفاته اصلا وما بيجيبهاش اساسا. هو الموتوسيكل مش قادر، يعني مش قادر يطلع لك سرعته. هو الموتوسيكل من الاخر مش عارف يشتغل، يعني مش عارف يشتغل مع التوريس دي. فهمت القصه؟ احنا كنا عاملين فيديو على الموضوع ده. الاستاذ احمد عاطف بيقول لي المكن الحلاوه القديم ما بيجريش غير بعد شويه. لا مش كده، هو ما بيجريش غير بعد شويه ده معناها انك حاطط زيت تقيل وزيت معدني، ده معناها انا افهمها كده يعني. أنا طبعا ما سالتكش وما اعرفش انت حاطط زيت ايه، بس معنى الموتوسيكل يعني ايه في البدايه كده ما بقاش عايز يمشي وبعد كده بيبدا يفتح معاك، ده معناه يا معلم انك حاطط زيت تقيل والزيت معجز معاك في الاول، لكن لما الموتوسيكل بيسخن الزيت الاحادي بيحل شويه، تمام؟ لان المتعدد بيختلف، المعادله في المتعدد بالعكس، انما في الاحادي زيت الموتوسيكل لما بيسخن الزيت بيظبط معاك شويه فبيطلع. فهنا مش يا محترم مشكله معاك في الزيت. الاستاذ محمود عبد الكريم بيقول الترس الخلفي والترس الامامي كام في الضوء 3 15 على 41 يا محترم. الاستاذ بيتر البوب، ازيك يا استاذ بيتر، عامل ايه يا محترم؟ بيقول هو غير الألسيه المساعد ناحيه الشمال تقريبا كتير يعني، فالميكانيكي بيقول له انا غير المساعد، يعني اشتري مساعد جديد يعني، لانه بيقول كل شويه كل اسبوع بغير الألسيه في ناحيه واحده عنده كده بتضرب على طول يعني، تمام؟ فمش لاقي حل، بيقول صرفت كتير. هو للاسف يا استاذ بيطر ان الميكانيكي في الحته دي عنده ان كده المساعد في مشكله، فهو المساعد اللي بيضرب على طول ده في مشكله، تمام؟ ممكن يكون متجرح او متسلخ او حاجه فالزيت بينفس منه، هي المشكله ودي ملهاش حل، تمام؟ فللاسف يعني ان المساعد ده فعليا انا يؤسفني والله، ما احبش اقول لحد يعني، انا دايما احب احل المشكله، مش هقول لك تشتري، ولكن هو ده الواقع. لما يكون في يا شباب مساعد دايما يضرب ألسيه فبيكون المشكله فعلا في المساعد، وعشان كده بقول لك وانت بتشيل المساعد خليك حريص جدا، لو حاطط مفتاح مثلا بتشيل المساعد ما تخليش المفتاح ده يبقى طايل المساعد، خليه بس على قد الألسيه كده، ما تخلوش يعدي يوصل المساعد ويجرحه ويسلخه، تمام؟ ما تبوظش المساعد بايدك عشان بعد كده لو قعد يضرب ألسيات هتحتاج تغيره، تمام يا محترم؟ فالقصه كلها في المساعد هنا يا استاذ بيتر، للاسف ملهاش حل، هو المساعد.